ازيكم يا صحابي؟ وحشتوني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هحكيلكم عن فوائد الصيام واول رمضان ليا كان عامل ازاي. احنا ممكن نبقى شايفين ان الصيام بيتعبنا وبيخلينا نجوع ونعطش ومش بنعرف ناكل السناكس اللي بنحبها في فترة النهار، بس اللي ما تعرفوش ان الصيام ليه فوائد كتير. الصيام بيحسن من صحتنا وبيخلينا أقوياء وعندنا نشاط أكتر، كمان بيستهلك الدهون المختزنة في جسمنا، كمان بيخلصنا من السموم المتراكمة اللي بتضرنا، وده بيخلي صحتنا كويس حتى بعد رمضان. وكمان الصيام بيفيدنا نفسيا جدا لأنه بيعلمنا حاجات كتير حلوة يا صحاب. عارفين هي ايه؟ أول حاجة بنتعلمها هي الصبر والهدوء وضبط النفس، وكمان بيعلمنا نقرب من ربنا ونواظب على العبادات. تعالوا بقى احكيلكم عن اول رمضان ليا كان عامل ازاي. اول مرة بصوم كان عندي 5 سنين، وكانت ماما بتخليني اصوم لحد الظهر، فضلت تعودني واحدة واحدة. في الاول كنت بحس ان انا مش قادر، لكن دلوقتي بقيت احب الصيام جدا، وبنستنى كل سنة رمضان يجي عشان نصوم ونعيش الايام الجميلة دي. انتوا كمان تشاركوني حكايتكم مع شهر رمضان، واكتبولي في الكومنتات اول رمضان كان ليكم عامل ازاي. وبكده يا صحابي تكون خلصت حلقتنا النهارده من رمضان كريم مع نور كريم. اشوفكم في حلقة جديدة، مع السلامة. وحوي وحوي روح